هو أنا بعد ما أخلّص ال16 مستوى هاقدر أتكلم English بطلاقة؟ السؤال ده إجابته متوقفة عليك أنت وعلى اللي أنت هتعمله خلال ال16 مستوى دول. لو بتاخد أي كورس في أي حتة في الدنيا مع أكتر مدرس أو مدرب professional في العالم، وأنت مش بتلتزم بالبلان اللي المدرس ده بيعملها لك، مش بتعمل الassignments اللي بتُكلّف بيها، أو حتى مش بتمارس اللغة بتاعتك كل يوم وبتمشي على الguidance أو النصايح والتوجيهات اللي هو بيقول لك عليها، مش هتستفيد أي حاجة بنهاية ال16 مستوى. إذًا تقدمك مرهون باللي أنت بتعمله، بكل المهارات اللي بتشتغل عليها. بتتعلم vocabulary، بتكلم انجلش كل يوم حتى لو مع نفسك، تعمل presentations حتى لو لنفسك، بتقرأ نصوص مختلفة تناسب مستواك انت، وطبعا دي يساعدك فيها المدرب بتاعك، تسمع نصوص مختلفة برضه تناسب مستواك، مارس الرايتنج، وفي نفس الوقت بتاخد فيدباك من المدرب بتاعك. لو عملت كل الحاجات دي مستحيل بعد كل الحاجات دي ما توصلش للمستوى اللي انت عايزه وتقدر تتكلم انجلش بطلاقة. طبعا لما تاخد في الاعتبار الوقت المطلوب عشان توصل لكلمة بطلاقة، لانه الطلاقة بتختلف من مستوى للتاني، وبالتالي الموضوع فيه شوية اختلافات كتيرة. ده برضو بيتوقف على سرعة تحصيلك والانتنسيتي بتاعت المذاكرة بتاعتك، او انت بتذاكر قد ايه، واستيعابك عامل ازاي، وايه الحاجات اللي ناقصاك، ولو البلان بتاعتك مناسبة ليك ولا لا. بتعمل ريفليكشن على رحلة التعلم بتاعتك، انت فعلا بتتعلم ولا بتعمل الجول وخلاص وبتقول انا اتعلمت واشوف النتيجة في الاخر. لازم طبعا تعمل ريفليكشن، تشوف انت ماشي صح ولا في شوية تعديلات لازم تعملها، وكل الكلام ده هيساعدك فيه الانستراكتور اللي معاك.